ياسمينة ازيك؟ الحمد لله. ابهرتينا كالعاده بدور زينه في لام شمسيه. ميرسي، شكرا. حابين بقى تقولي لنا اكتر عن دور زينه، جالك ازاي وحسيتي ايه لما عرفتي ان المسلسل بيتكلم عن التحرش بالاطفال؟ انا عملت له اوديشن، تجربه اداء لما كان عندي 15 سنه، من فتره طويله. يعني لما قريت التريتمنت، وكان ساعتها قريت يمكن اول حلقه او حلقتين مش فاكره بالظبط، وتحليل شخصيه. اولا فكره ان مخرج يبقى باعت لي تحليل شخصيه، انا انبهرت وقلت انا لازم اشتغل مع استاذ كريم الشناوي، لازم هتحصل. فاتبسطت قوي لما جالي الدور ساعتها، واتبسطت لما عرفت ان احنا بنتكلم عن التعدي الجنسي على الاطفال. حاسه ان احنا بنتكلم عن حاجه مسكوت عليها، مهم قوي ان احنا نتكلم عليها. ومش بس، وفكره المسلسل مش بيقدم المشكله وخلاص، احنا بنحاول نقدم حلول، بنحاول نبين للناس وبنوعي المجتمع، نقول لهم انه الطفل ممكن يعني يتحسن بعد حادثه زي دي، انه ممكن يلجأ لمساعده، وانه في حلول. ففكره ان هو مجرد ان احنا بنوعي المجتمع، فحسيت بفخر. ولما جينا نقول ان احنا خلاص هنصوره السنه دي، انبسطت جدا وقلت اخيرا. وحسيت انه لميت شويه اكسبيرينس، يمكن بقيت يعني ناضجه شويه اكتر، فكان في تفاصيل يمكن ما كانتش باينه بالنسبه لي قبل كده، دلوقتي بقت باينه. الموضوع حصل يعني الحمد لله ان هي حصلت في التوقيت ده. احنا بعد كل حلقه من لام شمسيه بنحس ان احنا محتاجين نروح لثيرابيست جدا. وانا بقرا دي حصل زي ما قريتش كله طبعا، كنت ساكته. طب احنا بنستلم حلقات، حتى وانا بخلص يعني وانا بقرا الورق ببقى يعني هموت واعرف اللي بيحصل. بس الحمد لله احنا دايما بنشوف ان الكواليس في فيديوز كده بتنزل بتبقى لذيذه قوي، بنحس انه الله الدنيا لسه كويسه يعني. فممكن تقولي لنا شويه على الكواليس؟ الكواليس كانت حلوه جدا. يعني احنا الحمد لله كان في سند، كان في سبورت، الفريق كله كان سند لبعض. يعني احنا طبعا ساره عزيز كانت معانا وعلى مدار التصوير، وكانت تتكلم معانا قبل ما نيجي نصور، كانت بتكلمنا عن القضيه عامه، ووضحت لنا تفاصيل كتيره جدا انا بالنسبه لي ما كانتش واضحه خالص، ما كنتش اعرف عنها خالص. فادتني كده زقه انه لا احنا فعلا بنعمل الصح. ويعني حسيت بسبورت، يعني انه مهما اللي حصل لو انا تعبت وقعت في حد هيجي يعني يساعدني، ودي كانت اهم حاجه. طبعا علي البيلي الخطير، نجم النجوم اللي مكسر الدنيا، وفخوره بيه جدا وبحيي مامته وعيلته. دايما كنا بنحاول ان احنا كده، هو خطير في التيك توك، يعني مبدع على التيك توك، فهو كل شويه تعالي نصور حاجه، تعالي نعمل حاجه. فالموضوع كانت يعني اخف كده، وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نلاقي يعني طرق ان احنا نخلي الموضوع اخف شويه. احنا طبعا كل المشاهد بالتالي صعبه وتقيله ومعقده، فكان لازم يعني انه كل شويه ناخد نفس. بما انك بتحبي الغنى وكلنا سمعنا صوتك وحبيناه قوي، مش حابه تاخدينا لفه في البلاي ليست بتاعتك وتقولي لنا بتسمعي ايه؟ يلا بينا اعمل كده ثانيه اطلع. اليومين دول بسمع توليت كتير جدا، ادمان. انتوا مش فاهمين، انا واخويا بنعشق اي حاجه اسمها توليت، ويعني عشان مزجته مختلفه، ويعني هو يعني مكسر الدنيا، وبيوضح كده يعني حاجات مش موجوده خالص في السين. احنا بنحبه جدا. بسمع لعمرو دياب كتير اليومين دول، وبسمع دريك عشان الالبوم الجديد، وفيروز في اغنيه اسمها وحدن بتاعت فيروز. انتوا يعني ريبلاي يعني ادمان. هو توليت اكتر حاجه. ايه اكتر اغنيه تسمعها لي؟ في اغنيه ناسي very underrated حلوه جدا. نيجي بقى لدور شيماء في موضوع عائلي. قولي لنا حاجه عن كل حد من الكاست احنا ما نعرفش عنها حاجه. انا بالنسبه لي كانت تاني مره اشتغل مع استاذ ماجد الكدواني. هو يعني اطيب شخص في الدنيا، واظن كل الناس تعرف ده. يعني هو بجد من اكتر الناس، يعني الواحد بيرتاح معاه قوي، وبيكبر اللي قدامه قوي، ودي حاجه فظيعه مش بنلاقي ده كتير. فكره ان انا بقول ان دي تاني مره اشتغل معاه، دي اصلا جمله مش مصدقاها. كان باين قوي الكيمستري بينك وبين احمد حلمي في مسرحيه بني ادم. ممكن تحكي لنا عن فايبس المسرحيه دي شويه؟ المسرحيه دي كانت خطيره، واتبسطت فيها جدا جدا جدا. تجربه جديده عليا، اول مره اعمل مسرح بالعربي وبالشكل ده، وحاجه كوميدي. عمرنا ما تاقلمت مع فكره انه في ارتجال كتير، وهي ثقافه مختلفه يعني. فاتبسطت جدا. والجمهور السعودي الحقيقه كان خطير، وشخصيه زوبا كانت حلوه قوي. وكان يعني حلم كبير قوي ان انا اشتغل مع احمد حلمي، ومبسوطه قوي ان الحلم ده اتحقق، واتمنى انها يتحقق بطرق مختلفه كمان، يعني بطرق اكتر من كده يعني ان شاء الله في اعمال تانية. ولا يعني انه حمدي المرغني ومصطفى خاطر، ويعني عندك بجد ناس اللي هو
عظماء بقى في المسرح، فانت بتتعلمي من ناس، وايمان السيد، يعني حاجات اللي هو انا بعمل ايه هنا. كان فعلا هو ده كان احساسي كل يوم احنا بنعرض، انا بعمل هنا. كل ده فان فاكت بقى، ان انا كل يوم واحنا بنعرض مفيش مشهد ما ضحكتش فيه للاسف. بقى عامله كده، الجمهور هنا بقى عامله كده معظم الاوقات، لان هم بيرموا افيهات جديده وانا بضحك على اي حاجه. فانا كل الحاجات اللي هي كانت بتفطسني من الضحك يعني. طب هنلعب معاكي لعبه، يلا نعرف بينا. حصل ولا ما حصلش، نسالك شويه اسئله تقول لنا حصل ولا ما حصلش. اوكي. حد قال لك انك توكسيك جدا، ما حصلش الحمد لله. عملتي جوستنج لحد من غير ما يعمل لك حاجه؟ لا هو عمل، فانا بجوست على اساس كده. ده مش جوستنج، انت كده عندك اسباب. ماشي. كان عندك تصوير وراحت عليكي نوم عشان ظبطتي الالارم بي ام مش اي ام. حصل كارثه. كان يا تصوير لهوي. ايه؟ يمكن البحث عن علا، الحمد لله عدى على خير. لبستي دريس في ريد كاربت او في فيستيفال بعدها ندمتي عليه جدا. الحمد لله ما حصلش، ونوك اون وود عشان ايه. حرقت اكشلي لا حصل. كان في مش عايزه اقول اني واحد. بس كان عندي 14 سنه لما لبست، انا ندمان. حرقتي المسلسل لاي حد من صحابك او عيلتك قبل ما الحلقه تنزل؟ لا ما حصلش. ده انا كله بيسالني على لام شمسيه وانا مفيش تماما. كله بيسالني ده يطلع كذا ايه ده، ماليش دعوه. قعدتي في قعده مع ناس كتير وكنتي مش عارفه اسم ولا حد تقريبا؟ ليه؟ ده انا معظم الاوقات كارثه، انا في الاسامي ايه. طب انا معاكي لعبه تانية، ماشي. هشوفك تحت الضغط بتكوني عامله ازاي. طيب هسألك شويه اسئله، والمفروض ان هما ما يخبطوش بعض. دي جان زي اديشن. هقول لك كلمات وتقولي معناهم ايه. سلي يعني اللي هو لو لابسه حاجه حلوه او عملتي حاجه لذيذه اللي هو سلي. برافو عليكي. فليكس بن شو اوف. رز كاريزما. نو كاب يعني مفيش كده. دريب يعني لبس حلو. جامد. طيب قولي لنا your skin care hacks غير ان احنا ننام بدري ونشرب ميه وكده. انا خسرتها. حصل خير. يلا سكين كير. نحط لير مش عارفه اقول ايه. نحط لير تقيل من كريم مرطب قبل ما ننام عشان نصحى ويبقى فيه جلو حلو. طيب قولي لنا اسمك في كل دول ليكي في الاعمال بتاعتك. زينة 1 وزينة 2، شيماء، مرام، ريما، زوبعة، أميرة صفية، وفي في ومايا. طب مش حابه تحكي لنا شويه عن فيلم سكر؟ فيلم سكر كان تجربه حلوه جدا جدا جدا. واول بقول لك ايه، ما عملش صوت تقولي. اول ميوزيكال يتعمل في الشرق الاوسط، وفخوره جدا شاركت فيه. وشخصيه زوبعه كانت لذيذه جدا، شخصيه لمضه ويمكن نقول عليها شريره، بس كانت لذيذه جدا. جامد. هي خبطت كام مره يعني بس يلا بقى عدوها. جامد. ميرسي قوي يا ياسمين. ميرسي ليكي. شكرا.